الخوت السلام عليكم. ديما كنجيب لكم قصص، ولكن ديال اليوم ماشي بحال اي حاجه سمعتوها عندي. قصه اليوم غتخلي لحمكم يتبورش، فيها الخيانه، فيها الانتقام، فيها السحر الاسود بابشع الصور ديالو. السيد اللي صيفط لي هاد القصه ما بغاش الفلوس وما بغاش البوز، بغا غير يوصل لكم رساله وحده اللي هي: رد بالك من داكشي اللي كتمناه. إيوا قبل ما نبداو، عمروا ليا شي براد ديال اتاي يكون مشحر مزيان، جلسوا في شي قنت مكالمي وحلوا ودنيكم، حيت غنبداو رحلتنا لواحد البلاصه اللي ما كيرجعش منها بنادم كيف ما مشى ليها النهار الاول. قبل ما نبداو القصه ديالنا، ما نكرهش تشتركوا في القناه وديروا شي لايك وكومونتير، يكون ايجابي ولا سلبي ما كيهمش. خذوا راحتكم، الدار داركم. ويلا بلا ما نطول عليكم اكثر من هكا، ندخلوا في المعقول بصوت صاحب القصه. هادشي اللي غادي نعاود ليكم اليوم داز عليه أكثر من 12 عام، ومازال لحد اليوم كنخلص الثمن ديالو كل ليلة. ما بغيتكمش تلوموني، بغيتكم غير تسمعوا وتفهموا باللي بعض المرات بنادم كيتحط في مواقف اللي ما فيهاش اختيارات زوينة، فيها غير شكون المصيبة اللي غتخرج بأقل الأضرار. مطلوب منكم تركزوا معايا، حيت هادشي اللي غتسمعوه اليوم غادي يبدل نظرتكم لداكشي اللي مخبي مورا بيبان ديورنا. أنا يوسف، فعمري 22 عام، وعندي اختي وحده سميتها سلمى، وداك الوقت كان في عمرها 17 عام. كنت عايش واحد الحياة اللي اي واحد كيحلم بيها. با سميتو دريس، كان راجل معروف لاباس عليه، اموره ميسره، كان معروف في السوق ديال لانتيك، السوق اللي كيبيعوا فيه التحف القديمه، التريات القدام، الماعن القدام، الالات الموسيقيه كتكون عندهم قيمه ماديه كبيره بزاف. كنا ساكنين في واحد الفيلا قديمة في حي راقي، فيلا من دوك اللي كيبانوا بحال ديال القصور ديال الحكايات، كيكون السقف ديالها عالي والبيبان ديال الخشب منقوش. وكان واحد البيت لتحت عنا في القبو، داك البيت كبير اللي ما كيوصلوه فينا حتى شي واحد. عقلوا على هذا البيت هذا مزيان. الفلوس كانت موجودة الحمد لله، لدرجة ما عمرنا سولنا على حتى شي حاجة شحال كدير وشحال ما كديرش. كنا من الاخر ممسوقينش، فلوس موجودة، با الحمد لله ما مخلينا مخصوصين بحتى شي حاجة. ولكن واخا هاد الفلوس وهاد العز كامل، الدار كانت فيها طمأنينة مفقودة. ما كتحسش بداك الدفء العائلي، ما كتحسش بديك الراحة، ما كتحسش، ما شي حاجة ناقصانا. فلوس كاينين وكل شيء كاين، ولكن راحة البال وداك الدفء اللي كيكون في الأسرة حنا ما عمرنا عرفناه شنو هو. أمي خديجة كانت ديما شادة تسبيح في يدها. هي واحد المرأة من نهار حليت عليها عينيا والصلاة ما كتفوتهاش، إنسانة طيبة، إنسانة كتقول غير كلام مزيان، ديما كتذكر الله، الصلاة ما كتفوتهاش، كتصوم الاثنين والخميس، إنسانة عندها علاقة كبيرة مع الله سبحانه وتعالى. كانت ديما كتطلق سورة البقرة وكنعقل بلي ديما كانت كتشوف فيا بواحد النظرة ماشي طبيعية، نظرة كتحس بها وراها سر، وراها شي حاجة، نظرة كانت عامرة بالخوف. با ما كانش داك الأب اللي كيلعب مع ولادو بطبيعة الحال، كان راجل طويل عريض، عينيه فيهم واحد اللمعة في شكل غريبة بزاف. كان با من داك النوع اللي كيلبس دوك الخواتم ديال الفضة اللي كيكونوا كبار وفيهم الحجيرات، كاينه الحجيره الكحله، الخضراء، الحمراء، ودوك الخواتم تيكونوا كبارين ومنقوشين بشي نقوش ما مفهوماش. والريحه ديالو، الريحة ديالو بوحدها كانت قصة. ما كانتش ريحة عادية، كانت ريحة ديال بحال المسك مخلط مع التراب فازق، بحال ريحة ديال شي حاجة قديمة وكانت محظية لبزاف، نقدر نقول لكم مئات السنين. با كان كيدوز اغلب وقته في داك البيت التحتاني اللي قلت لكم عقلوا عليه، كان تقريبا اغلب وقته كيكون تماك. كان مانع علينا نقربوا ليه. بعض المرات في نصاص الليالي كنت كنفيق باش نشرب ولا نمشي للطواليت اعزكم الله، وكنسمع همهمات جايه من التحت، اصوات غليظه، هضره ما كتشبه حتى شي لغه كنعرفها.
بعض المرات كنت كنسمع با كيغوت، ومرات كنسمع بحال شي جماعة ديال الناس كيضحكوا معاه، واخا هو هابط بوحدو، ما عندنا حتى شي واحد في الدار من غيري انا وامي وبا واختي. امي كانت غير كتشوفني واقف حدا الدروج كتجرني بالزربه وتقول لي سير تنعسى ولدي، ما ديرش في بالك، باك غير كيصاوب شي تحف قديمه. ولكن عينيها العامرين بالخوف والترعيده ديالها كانوا ديما كيفضحوها. المشكل بدا فاش با بدا كيتبدل، داك الراجل الهادئ اللي ما مسوقش وما على بالوش ولا عصبي ديما معصب وكيغوت على اتفاه الاسباب، وجهه صفر، اللون مخطوف فيه تقول هاد السيد ما فيهش كاع الدم، عينيه ولاو حمرين بحال الدم، ولا كيهضر بوحدو في الدار بحال الا كيتناقش مع شي واحد اللي حنا ما كنشوفوش. واحد الليله كنظن واقيلا ديك الساعه كان شي 3 الصباح، فقت على واحد الغوات كيقطع القلب. كان غوات ديال امي. طرت من الفراش وهبطت كنجري، لقيت الباب ديال داك البيت التحتاني مهرس، امي طايحه في الارض كترجف ومخبيه وجهها بيديها. البيت كان شاعل فيه ضوء احمر خفيف، والريحه ديال الشياط والدم كانت كتخنق. دخلت كنقلب على با ولكن ما كانش. الارض كانت عامره بواحد الرماد كحل ودار بحال شي دائره تماك، وفي الوسط ديالها كانوا طلاسم شي رموز مكتوبين بالدم انا ما فهمتهمش. لحظه حسيت باللي با تبخر، حرفيا تبخر، غبر غبره وحده. من بعد ديك الواقعة كنا عيطنا على البوليس، جاو البوليس قلبوا الدنيا حققوا، ما خلاو ما داروا، قلبنا الدار المدينة، ما لقيناش حرفيا اختفى. كيفاش وعلاش لدابا انا ما باقيش عارف. ولكن كان الدوسي تسد، والسبب انه كان اختفاء غامض. من داك النهار الفيلا ولات عبارة على قبر. الاصوات اللي كانوا كيكونوا غير في البيت لتحت لا 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 ولاو كيتسمعوا في الدار كامله. البيبان كيتسدوا بوحدهم، كيتحلوا بوحدهم. تقول انت شي واحد كيطيب في الكوزينه، ملي كتدخل ما كتبان لك حتى شي حاجه، ما كتلقى حتى شي واحد. سلمى اختي كانت كتفيق في الليل كتلقى شعرها مقطع. امي ولات غير كتهترف. وفي ظل هاد التراجيديا اللي حنا عايشين وهاد الروينه اللي حنا فيها، هنا غيبان واحد السيد. هاد السيد اللي كيقولوا ليه مولاي الطاهر، هو راجل شيباني طويل، اغلبيه كتلقاه لابس جلابه كحله، كيهز معاه واحد العكاز فيه راس ديال الحنش. واحد العشيه جا كيدق علينا في الفيلا، غير شافت امي وجهها تخطف، ارجع صفر بحال ما فيهاش نقطه ديال الدم. قال لي ها بواحد الصوت كيقفز. دريس مشى، ولكن الامانه اللي هز خاصها ترجع، ولا هاد الدار وكاع اللي فيها غيوليو رماد بحالو. امي مسكينه بقوه الخلعه ما هضرات ما قالت والو، كانت كتسناه غير يمتى يمشي. غير سدات الباب، دارت بالخف، جمعت لينا شي حوايج بساط وهي كتفتف، شي حاجه بسيطه اللباس وداكشي خفيف. خلينا الفيلا، خلينا التحف، خلينا الفلوس، خلينا كل شي ورانا، ومشينا هربنا لواحد الحي شعبي قديم ومضيق. كرينا واحد جوج بيوت وصالون، كان حتى الماء تيقطر منهم. وواخا هاد التماره هادي كامله كنا قلنا على الاقل يمكن رحنا هربنا من داك الجحيم، وما عرفناش باللي كنا يلاه حلينا علينا الباب ديالو. في الدار الجديده القهرة، قلة الفلوس، قلة المادة وقلة الشي بدات كتبان، بدات كتأثر علينا. انا حبست قرايتي في لافاك وبديت كنخدم في اي بريكول طاح في يدي، اي حاجه قدامي كنقول بسم الله. من الفشوش واللي بغيتها تحضر عندي والفلوس كاع ما هز ليهم الهم، حتى وليت ندفع كروسه، نهز الصندوق ديال البطاطا ثقيل في السوق، ندير اي حاجه تجي في بالكم غير باش نقدر نوفر من ناكلو وما نشربو غير داك النهار. اما الشي الاخر كاع ما بقينا كنفكروا فيه. حتى امي مسكينه ولات كتخدم في الميناج،
أما أختي سلمى تصدمات واحد الصدمة كبيرة بزاف، حيت حياتها تحولت من الدلع والفشوش للعذاب والقهرة. ولكن هاد الشي كامل في كفة، وداك الشي اللي واقع لأختي سلمى كان في كفة أخرى. واحد النهار وأنا راجع من الخدمة عيان كيف العادة، حيت راكم عارفين الخدمة ديال التمارة، لقيت الدار مظلمة مطفي فيها الضو. كان كيبان لي غير واحد الضو خفيف خارج من البيت اللي كتكون فيه سلمى. حليت الباب بشوية وانا نلقى اختي جالسة في الارض، شاعلة شمعة كحلة وشادة في يديها واحد المراية. هاد المراية كانت من دوك التحف اللي ديال با اللي خلا. اصلا ما عرفتش كيفاش قدرت تهزها، ما عقناش، ما شفناهاش، ما فهمتش كيفاش. المشكل ان ديك المراية ما كانتش مراية عادية. ديك المراية ما كانتش كتعكس صورتك انت اللي كتشوف فيها، لا، كانت كتعكس بحال شي حفيرة ديال الظلام. وسلمى كانت كتمتم بشي هضره ما مفهوماش. يلا جيت نقرب ليها نشوف مالها، شنو ديك الحاله. وهي الدور عندي، عينيها ما كانوش ديالها، كان الابيض ديال عينيها ولا كحل، وابتسمت واحد الابتسامه شيطانيه خلات لحمي تبرج. حلات فمها وهي تخرج واحد الصوت غليظ. كنحلف بالله بلي داك الصوت ماشي ديالها، صوت ديال راجل شارف كيقول: دريس هرب، ولكن دمو مازال هنا، البنت غتكون عروستنا. انا بقوه الخلعه والصدمه طحت في الارض. امي دخلات شافتنا في ديك الحاله، شافت داك المنظر، بدات كتقرا ايه الكرسي وكتبكي، وكاع دوك الايات اللي كتعرفهم قراتهم، وتذكر في الله تعالى وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شويه سلمى طاحت سخفانه والمرايه تهرست بوحدها. من ديك الليله اختي ما بقاتش هي سلمى اللي كنعرف، ولات كتاكل لحم خضر من الثلاجه، كتغوت باصوات ديال الحيوانات في الليل، وبعض المرات كنلقاوها واقفه في السقف. كنقسم بالله الا شفتها بعيني لاصقه في السقف بحال شي عنكبوت. امي فاش شافت بنتها كتضيع ما بقى عندها حيله، مشات جابت واحد السيده اللي كيقولوا ليها لاله زهور. هذه خلاص معروفه، شوافه عرافه كلشي كيعرفها. غير دخلت للدار، هاد زهور هذه بدات كتشمشم بحال شي كلب. شويه ضحكات وهي تقول: هادي ما فيهاش جن عادي. كتهضر على اختي سلمى، هادي روحها تبعت الملوك الظلام. باكا يوسف كان سحار كبير، كان حارس ديال باب العهد، ومولاي الطاهر باغي يحل داك الباب. باك هرب بالسر، ودابا الطاهر مسلط عليها هادشي باش نتوما تجيبوا ليه السر بيديكم. الحل الوحيد اللي عندكم باش تعتقوها هو ندير لها ليلة الدم ونعيطوا للطاهر يفكها. وانا وجالس كنفكر في هادشي اللي كتقول، وكنخمم وكنحاول نفهم شنو كتقصد. شويه كنحس بالقلب. زهور كانت من التابعين ديال الطاهر، يعني باغيين يساوموني بختي باش نعطيهم السر اللي مخبي عليهم با. جريت على زهور وقلت لامي هادي نصابه. من ديك الليله جلست كنقلب في داكشي اللي بقى من الحوايج ديال سلمى اللي جابت من الفيلا. لقيت واحد الكتاب مغلف بالجلد. الا قصتي داك الكتاب الملمس ديالو داير بحال الجلد ديال بنادم. حليته، بصراحه الله في الاول ما فهمتش داكشي، وانا كنقرا عاد فهمت بلي هادو كانوا مذكرات ديال با. قريت داكشي اللي خلاني نكفر بكل شيء. با ما كانش ضحيه، با كان اخطر السحرة، ولكن دار غلط مع الكيانات اللي كان كيخدمهم، وباش يحمينا حبس راسو في واحد البعد اخر وسد الباب. ولكن السارود ديال داك الباب كان هو الدم ديالي انا. طاهر كان باغي يقدمني قربان باش يحل الباب وياخد القوه اللي كانت عند با. نعست ديك الليله وهي توقع ليا زياره. في الحلم لقيت راسي في صحراء كحله، السما لونها احمر،
وقف قدامي 4 ديال الكائنات طوال بزاف، وجوههم ما فيهم لا عينين ولا فم، غير الظلام. هضروا معايا بلا ما يحلوا فمهم. صوتهم بقى لاصق في دماغي، كيقولوا: باك خان العهد، اختك غتموت غدا مع الفجر، وامك غتلحقها. مولاي الطاهر باغي بلاصة باك، اما تعطيوه ديك القوة وتكمل الطريق ديالو وتولي واحد منا وتحمي عائلتك، ويا اما الطاهر غيمسحكم من الوجود. سولتهم وانا كنترعد: شنو الثمن؟ شنو الثمن؟ قالوا لي: روحك، دينك، وإنسانيتك. غتولي وحش، ولكن وحش قوي. فقت مع الفجر وأنا كلي عرقان وكلي كنترعد وقلبي كيضرب في 90. وفعلا كنت لقيت سلمى كترد الدم، وجهها زراق. أمي جالسة حداها كتقول الشهادة وكترعد وفاقدة الأمل، كان يحسب لها بلي راه غادي تموت. تما كنت خديت القرار اللي دمرني للأبد. ما يمكنش نشوف اختي كتضيع من يديا ونشوف امي في ديك الحاله، ما يمكنش، ما قدرتش. مشيت كنجري، شديت داك الكتاب ديال با وقريت العزيمه اللي كانت مكتوبه بالدم، وانا نجرح يدي وقطرتها على الكتاب. في ديك اللحظه الدار تزلزلات وواحد البرد قارس دخل. شويه كتبان لي سلمى حلات عينيها وبدات كتنفس بعمق، وهي طيح وتنعس. وشويه بشويه بدا اللون ديال وجهها كيرجع. امي بدات كتبكي بالفرحه وكتعنقها، ولكن انا اللي عارف شنو كاين. حسيت بقلبي كحال، بحال الا شي حاجه ماتت لداخل ديالي. سيمانه من بعد هاد الواقعه هادي مشيت عند امي وقلت ليها بلي غادي نقلب على خدمه في مدينه اخرى. هادي كانت غير كدبه، غير سبه باش نمشي نبعد. مشيت شديت الطريق لواحد الكهف. هذاك الكهف كان في جبال الاطلس، كان مذكور في دوك المذكرات اللي كان كيكتب با. تما دخلت ندير الخلوة باش نترسم سحار. تخيل معايا جالس في كهف مظلم عريان. الماكلة ديالي كانت عبارة عن حشرات ولحم خضر ودم ديال الحيوانات. 40 يوم، 40 يوم و40 ليلة. صراحة ما كنتش عارف شكون كيجيب لي دوك الحشرات وداك اللحم خضر، ما كنتش عارف، حيت كان ممنوع عليا نهضر، ممنوع نتفكر الله، ممنوع ننعس. كانوا كيجيو عندي مرة شي كائنات بأشكال بشعة، ما يمكنش عقلك البشري العادي يتخيل هذوك الأشكال. كاين اللي نصو بنادم ونصو حيوان، كاين اللي عينيه في كرشو، كل واحد كيفاش صيفته دايرة، ولكن كيشتركوا في حاجة وحدة اللي هي كانوا كيخلعوا. كانوا كيعلموني كيفاش نفرق بين جوج مزوجين ولا جوج صحاب. هنا كنهضروا على سحر التفريق، كيفاش نمرض شي واحد، كيفاش نسلط الجنون على شي واحد. المهم كانوا علموني كيفاش نخدم النجاسة، غير الشر. تما تقطعت علاقتي مع السما وتبرى مني كل ما هو طاهر في هذا الكون. النهار اللي غنكمل 40 جابوا لي وثيقة مكتوبة بالدم، بصمت عليها بدمي. تما وانا كنبصم: يوسف الدرويش مات، وتولد يوسف العراف السحار. قوة با ولات عندي وزدت عليها الحقد ديالي. اول حاجه درتها فاش غادي نرجع للمدينه هي قلبت على مولاي الطاهر ولا الازهر. غيجي في بالكم بلي قتلتهم؟ لا 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 لا، ما قتلتهمش. الموت كانت شي حاجه سهله ورحمه بالنسبه ليهم. نبداو بمولاي الطاهر. مولاي الطاهر سخرت ليه خدام من اسفل السافلين، خليته يشوف الثروه ديالو كتحرق قدام عينيه. ولادو بجوج اللي كانوا عنده حمقتهم وبداو كياكلوا في اللحم بعضياتهم في السبيطار. هو براسو عقدت ليه لسانه وخليت الشياطين يضربوا فيه بالليل والنهار. دابا راه مرمي في واحد الضريح الشيباني الموسخ، كياكل من الزبل وما عارف حتى شنو سميتو ولا شنو واقع ليه. اما لالا زهور
سحرت ليها سحر أسود بالمرض والتآكل. اللحم ديالها بدا كيطيح وهي حية، الريحة ديالها ولات خانزة لدرجة ولادها جراو عليها الزنقة، ولات كدور بحال شي حمقى، بحال شي هبيلة مسخة خانزة كدور وكتسعى من دار لدار، والجن اللي كانت كتخدم بيهم ولاو كيعذبوها كل ثانية. دابا بالنسبة ليا أنا وليت غني بزاف، فلوس لعلك ترضى. باش نكون معاكم صريح وواقعي، هاد الطريقة اللي فيها الفلوس اللي ما طيحش لك على بالك. رجعت بنيت امبراطورية كبر من ديال با، شريت لامي وسلمى فيلا في مدينة اخرى، كان ضروري خصني نبعدهم عليا وانا نبعد عليهم باش ما يوصلهمش الحر والنار ديال هادشي اللي راني فيه. سلمى كبرات الحمد لله وتزوجت بواحد الراجل لاباس عليه، كان تا هو الله يعمرها دار وعندها جوج وليدات كيحمقوا. امي الحمد لله مرتاحه معاهم، الفلوس كتوصلهم كل شهر. مفهمهم باللي انا راني وليت رجل اعمال كبير برا المغرب وكنسافر بزاف وداك الشيء مني جايب فلوس. ولكن الحقيقه هي اني ما نقدرش نقرب ليهم، حيت داك الشيء اللي ساكن معايا يقدر يأذيهم. انا دابا مزوج بوحده من العالم ديالي النيت، سحاره بحالي. الدار ديالي كتبان للناس قصر، الفلوس، الطوموبيلات، اللباس كي داير، ولكن الداخل هو مرتع ديال الشياطين والجنون. كنخدم السياسيين، رجال الاعمال، اي واحد باغي يدمر شي حد كيجي عندي. واكبر عقاب خديته في هادشي كامل هو انه واخا وليت وحش ومازال عندي ضمير كأنبني، كنحس بالذنب كل نهار. واحد النهار طاح ليا في بالي غير نتوب، غير فكرت فيها غير بيني وبين نفسي. جاني اتصال باللي بنت سلمى الصغيرة طاحت من الدروج وكانت غتموت. هددوني وقالوا لي خروجك من هذا العالم الثمن ديالو هو الدم ديال عائلتك كاملة بحال باك. با حاول يتوب وضحى براسو للظلام باش نعيشو، انا ما نقدرش ندير بحالو. انا مسجون في هذا الجحيم، كنضحك قدام الناس وفي الليل كنبكي الدم. بعت الاخره ديالي باش امي واختي يعيشوا، ودابا انا كنتسنى النهار اللي حتى انا غنموت فيه، عارف باللي حتى القبر ما غيكونش فيه الراحه ليا. دابا وانا كنعاود لكم هذا الشيء، جالس في البيرو ديالي قدام جداول وطلاسم خاصني نصيفطها غدا لواحد الكليان. ما كنطلبش منكم لا تعاطف لا والو، بغيتكم غير تردوا البال. العالم اللي مورا المرايات، العالم اللي مخبي في البخور والطلاسم ماشي لعب. الا تحل عليك الباب، يا اما غتولي فريسة يا اما غتولي وحش. وانا اختاريت نكون الوحش باش نحمي داكشي اللي بقى من الانسانيه ديالي. دعيو معايا بالرحمه وشي نهار ربي يفكني من هادشي، واخا عارف باللي تا الرحمه بابها تسد عليا من هادي شحال. هذه هي القصه كامله، وهذا هو الثمن الحقيقي. ما تحكمش عليا، ما تحكمش عليا حيت ما كنتيش في بلاصتي، وكنتمنى من الله عمر شي واحد فيكم يطيح في شي موقف اللي يخليه يختار بين روحه وبين حياة الناس اللي كيبغي. وهنا غادي نودعكم وغادي نقول لكم تهلاو يا فراسكم بزاف، والقصة جاية ان شاء الله.